الجزئيه اللي بعد كده جزئيه من الجزئيات المهمه برضو ان انت تعرفها في الكونفرجن. اولا فتره الاحاله الناجحه عند النقر على الاعلان. تعالى كده بيقول لك ايه، بيقول لك لو العميل ده جه وداس على الاعلان بتاعك، تمام، انت عايز تدي فتره قد ايه عشان برضو اقدر احسب الكونفرجن. يعني وليكن العميل جه عمل سيرش، لقى الاعلان بتاعك ظاهر، داس عليه يوم 1 يناير 2023، والعميل ده دخل وما اشتراش، ما عملش عمليه شراء. طيب يوم 29 يناير راح داخل مثلا بقى من اورجانيك، داخل من اي حته تانية، وراح عامل كونفرجن او اشترى، نفذ الشراء. في الحاله دي يحسبها لك كونفرجن ولا ما يحسبهاش؟ لو انت مختار 30 يوم هحسبها كونفرجن، لانه هو دخل يوم 1 ونفذ يوم 29، ما عداش 30 يوم. طب لو كان نفذ يوم 31 لا مش هيحسبها لك كونفرجن، دي فتره الاحاله. يعني انا ببقى سامح ان جوجل تجمع لي الاحالات الناجحه على فتره، الفتره ديت ممكن العميل يكون داس على الاعلان في وقت وما اشتراش، بس جه خلال